عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كوبر صاحبه خد القرار اللي هو هيعالج عندنا الكلب وهيسيب لنا الكلب عشان نعالجه زي بقيه الحالات اللي جات لنا قبل كده من العملاء. الحمد لله بفضل ربنا. طبعا دي ثقه كبيره جدا. تحياتي ليك يا استاذ عمر وتحياتي الاهل ومربين الكلاب في الاميريه. بامانه ربنا ناس محترمه جدا وناس عارفين يعني ايه تقدير الرجاله. النهارده طبعا هنبتدي نشتغل بقى علاجات مع كوبر وهنعرفكم الدنيا فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. ما تفوتش الفيديو وهتستفاد منه كتير جدا النهارده، لان النهارده اول مراحل العلاج مع كوبر من المشاكل اللي عنده، وهنبتدي برضو نظهرها في الفيديو برضو واحنا شغالين معاه. يلا نكمل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب لغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا معانا كوبر النهارده طبعا من الاميرية. تحياتي ليك يا استاذ عمر، تحياتي على الثقة اللي انت اديتها لنا. قرب كده الكاميرا يا مصطفى. طبعا كوبر يا جماعه بيعاني من حساسيه شديده جدا وقشور فظيعه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الكاميرا توضح قشور فظيعه جدا جدا جدا. طبعا كوبر لما خدنا القرار اللي احنا هنعالج، طبعا سيبنا كوبر بقى يومين ثلاثه كمان علشان نكتشف فيه او نعرف فيه اكتر واكتر الحاجات بتاعته. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الشعر بتاعه بيطلع في ايدي اكنه يعني ايه ملزوق، شعره ملزوق تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو ادي كوبر اكني بنجد في كوبر. طبعا ده بسبب التشخيص، عدم التشخيص الجيد للحاله في الاول خالص. اول ما حصل له المشاكل دي كلها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. لو انا قعدت 5 دقايق هنحي الكوبر كده بايدي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. الشعريه بتطلع بطولها من جدرها تمام. زي ما انتم شايفين قشور بقى، قشور رهيبه جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين تقرحات جلديه شديده جدا. واهو وادي العماص بقى الطري نتيجه الديدان اهو. كان في الفيديو الاولاني ما كانش واضح قوي. ادي اهو. طبعا احنا طبعا ما عالجناش لسه اي حاجه خالص. سيبنا بقى كوبر يومين ثلاثه لما عرفنا، لما الاستاذ عمر خد القرار اللي هيعالج عندنا مش هياخد جرعه ويمشي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ادي العماص الطري جدا اهو. زي ما انتم شايفين ده نتيجه التعب. بص يا جماعه الرياله اللي هي اهي. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اللي هي الرياله دي اهي. زي ما انتم شايفين دي اسمه الرياله، كلب تعبان. طبعا هنبتدي بقى ناخد القرار اللي احنا نعالج النهارده تمام. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو كوبر اهو شعره كله بيقع، يعني شعره كله بيقع وحساسيه شديده جدا وهرش وتقرحات جلديه والدنيا بايظه معاه خالص. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الجلد بتاعه حتى ناشف تقرحات جلديه حتى. بصوا يا جماعه العظم ناشف والجلد ناشف. بصوا يا جماعه هنا اهو. الكاميرا توضح كده. بصوا يا جماعه نتيجه الاكلان والهرش جامد شديد جدا. ويعني حاجه يعني ربنا بامانه ربنا الله يكون في عون الكلب. بامانه ربنا كلب محترم جدا عنده 3 سنين ونص، بس للاسف ما اتعالجش كويس. بصوا يا جماعه يعني الكلب شعرته طويله وكل حاجه لون جهير، بس للاسف متقصفه خالص خالص خالص. هنبتدي بقى النهارده نشتغل مع كوبر. بس يا جماعه اللي احنا هنعمله ده دي الحاله الفرديه لكوبر. يعني زي ما انتم شايفين الكلب طبعا كلب كويس جدا، ربنا يبارك لصاحبه يا رب. هنبتدي النهارده نشتغل مع كوبر الحمايه، نديله حمايه نظيفه كده. ولازم بقى يا جماعه اللي انت لما انت تيجي تحمد كلب لازم يكون ليه ادوات خاصه بيه. يعني ما ينفعش اللي انت تحمد كلب في حاجات عندك بتاعت كلابك او بتاعت كلاب الغير تدريب او علاجات او اي حاجه وتيجي تحمل كلب بيها فيما بعد تاني. لا، لازم يكون كوبر ليه حاجات معينه ومخصصه. يعني حتى اشترينا له الليفه المبشره اللي احنا هنبشره بيه، لان طبعا عايز حمايه نظيفه، مش حمايه اللي هو يستحمى وخلاص. لا، ده حمايه مرض، حمايه علاج، يعني حمايه علاج. ليفه طبعا جديده اهي زي ما انتم شايفين. والشامبوات بقى بتاعتنا، وجايبين له بقى كيسين برسيل جل بقى عشان يرطبوا عليه. البرسيل جل هنا بقى حلاوته
اللي هو الماده الكاويه فيه، مش الماده الكاويه اللي هي يعني الصودا الكاويه اللي معموله منها البرسيل جل دي، انا عايزها علشان تقتل البكتيريا اللي هي اتسببت في المشكله، وتخلي الجلد بقى يبتدي يعني يلجم بقى، يعني البكتيريا دي تلجم الماده الكاويه اللي هنا، مش اللي هي هتكوي الجلد عنده، لا ده بالعكس، دي هتطفي او اللي هي هتثبت الميكروب بقى، مش هتخليه يطفح تاني على الجلد واحده واحده. طبعا الحاله بتاعت كوبر عايز يستحمى كل 3 ايام بنفس المواد اللي احنا هنحميه بيها، ونفس المبشره ونفس كل حاجه، وزي ما قلت لحضراتكم لازم يكون لي المواد دي او الحاجات دي لازم تكون بتخص الكلب بس. ده طبعا بدايه العلاج بتاع كوبر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هنبتدي نحمي كوبر. حطينا الكيسين البرسيل جل في الميه هنا في جردل كده على جنب، او في حله كده على جنب كده بسيطه، تمام. وهنبتدي بقى نبل الكلب بس، نبل جسم الكلب الاول كله، ده اول حاجه خالص، تبل جسم الكلب كله اهو، تمام. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو الشعر، بس شعر بتبل جسم الكلب كله الاول من غير صابون، من غير اي حاجه خالص، بتبل الجسم الاول. خلي بالك عشان ما ينطرش عشان الكاميرا اهو. بتندي الكلب كده بالميه بس، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. اهو الكلب بصوا هاري نفسه خالص هنا اهو. ربنا يقدرنا بقى ويكون عند حسن ظن الأستاذ عمر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، بتبل الكلب الاول كويس، وتبتدي اللي انت تفركه كويس جدا. هتشوفوا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، شعر الكلب كله يقع. طبعا يا جماعه في الحاله بتاعت كوبر لازم تكون لابس جلافز في ايدك طبي، تمام. لازم تكون لابس جلافز طبي في ايدك علشان اللي انت لان الامراض الجلديه يا جماعه معديه للانسان بس بنسب يعني. طبعا بقى ايه يعني انا ايه بوعيك، وفي نفس الوقت انا ما بعملش بيها. ليه؟ لان انا خدت على كده، ما بحبش ان انا اتعامل بجلافزات كتير يعني، وخاصه طبعا ربنا الحارس، لان احنا الواحد بنيته اللي هو يعالج، بس احنا بنحب اللي احنا مادام شايفين حاجه لازم نقولها. طبعا اهو طبعا بالبرسيل جل، وتكحل جامد بقى بالليفه كده الناشفه، تطلع الخلايا الجلد الميته اللي موجوده في ظهر الكلب من فوق. زي ما قلت لكم يا جماعه، دي حمايه مش حمايه نظافه، لا دي حمايه علاج. بتكحل جامد كده الجلد كله والشعر كله، وتكحته بحيث اللي هو يطلع الخلايا الجلد الميته بقى اللي هي مستخبيه تحت الجلد. يطول شويه بس بحيث اللي انت تستفاد منه على قد ما تقدر. طبعا الحاجات بتاعت كوبر دي هيبتدي يشتغل عليها على طول كل 3 ايام. الليفه دي بتغيرها مثلا بعد 2 3 بحيث طبعا كل 3 ايام الجلد بيتجدد في الانضف. والحاجات دي ما تستخدمهاش مع كلب تاني خالص، الليفه او الجلافز اللي انت مثلا هتلبسه ولا حاجه. طبعا بسيب بقى كده وبجيب الفرش السلك، بجيب الفرش السلك وعكس اتجاه الشعرايه. بس طبعا هو بيصرخ
بالراحه بقى انت خالص. ده بس شاطر. طبعا بالراحه بقى معاه، بس لازم كده، لازم يا كوبر، لازم يا كوبر. هو ده اللي لازم يتم، بحيث ان انا بجدد بقى الخلايا الميتة دي، بجددها بحيث اللي هي ما تطلعش تاني. بكحت اهو، بكحت التقرحات الجلدية والحاجات اللي هي بقى طبعا الدمامل والحاجات زي ما انتم شايفين كده. الشعر يا جماعة اهو، ده لازم الرفق بالحيوان طبعا، بس ده علاج، لازم انا اعمل كده. لو ما عملتش كده يبقى فلوس الاستاذ عمر بتضيع في الارض، واللي احنا بنعمله بيضيع في الارض. ما اقولش بقى يا حرام ده بيتألم، طبعا بيتألم، ما لو ما عملتش كده مش هيتعالج. يبقى احنا بنضحك على نفسنا قبل ما بنضحك على الكلب نفسه كمان. لازم بجدد الخلايا بقى اللي هو عملها لنفسه اهو، بكحتها له علشان تطلع على نضيف وتتعالج على نضيف. بس بقى عيب، بس يا كوبر، بس شاطر كوبر. لو ما عملتش كده يا جماعه مش هنعرف نعالج. بس طبعا بتهدي الكلب خالص، واحده معاه، واحده مع كوبر. طبعا من الصعب ان انت تلاقي حد هيعمل مع الكلب كده في العلاجات. علشان كده يا استاذ عمر ده اللي احنا قلنا عليه، في حالات العميل مش هيعرف من رابع المستحيلات اللي يعرف يعالجها في بيته، لان الالام بتاع الكلب دي هو كصاحب كلب هيبقى صعبان عليه اكتر مني طبعا زي ما بيقولوا. بس هنا الصعبانيه هتضره، اللي انت بقى هتسيبه وتقول بقى لا ده طب ما هو بيتقلب، طب اعمل ايه؟ لا غلط. طبعا انا مش بموت في الكلب، لا انا بعالج الكلب بايد حنينه ومعاه واحده ما بستعجلش. تمام اهو، بحيث ان انا الحاجات اللي هو اهي طبعا اهو الجلد اهو بيبتدي يدمم، ده كده دي بدايه العلاج. لو انت ما عملتش اللي انا بعمله ده في الاول صح، ما تعالجش، ما تجيبش علاجات وتعالج. ليه؟ لان كل اللي انت هتجيبه، بس بقى عيب، كل اللي انت هتجيبه هيبقى يعتبر نظام عجين بترمي في الارض، ملوش اي ريحه اللازمه. طبعا هنخلص كوبر وهنرجع نصور مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الشعر بتاع كوبر اهو زي ما انتم شايفين، ده كله شعر كوبر، كل ده الشعر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. طبعا بعد ما فرقنا كويس هنرجع اللي احنا نمسك الليفه تاني ونفرك بقى كويس تاني. طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعه الحمايه دي مش حمايه استحمام عادي، دي حمايه مرضيه علاجيه بتعالج الكلب، مش الحمايه اللي انا بحمي الكلب وخلاص. اللي زي ما احنا قلنا يا جماعه الحالات المرضيه دي بتاعت الامراض الجلديه دي مكلفه، وطبعا انا علاجي حراق وشغلي حراق، بس الحمد لله بفضل ربنا العلاجات بتاعتنا وشغلنا بيجيب معانا نتيجه الحمد لله. علشان كده ما بنحبش نغش حد وما بنحبش نضل حد. تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو بتفرق جامد على قد ما تقدر. الحمايه الاولى دي هتفرق مع العلاجات اللي انت هتبتدي تشتغل بيها اهو. وطبعا برجح لك اللي انت تلبس جلافز لو انت طبي، وتفرك بصوابعك كويس. لو انتوا تلاحظوا ان انا عمال اركز فوق، يعني ما بحميش الكلب كده حمايه وخلاص، لا ده انا بدعك في الكلب من جوه في جلده وبضوافري، بطلع
طلع الحمايه الاولى دي، ادعك الكلب بابريه، ابري الكلب اهو. جلد الكلب يا جماعه ناشف ناشف. التشخيص يا جماعه مش اي حد يا جماعه، والله العظيم ثلاثه يمسك الكاميرا ويصور ويعالج ويدي حقن وخلاص بالاونطه يا جماعه يبقى نصدقه. والله يا جماعه الكلام ده يا جماعه روح خرصه. اللي ما يعرفش يا جماعه ما يجربش يا جماعه. حرام عليكم والله المعلومات اللي انتوا بتقولوها على القنوات عندكم، قنوات الجهل ده ايه، الزيت الوسخ ومش عارف ملح مع الزيت الوسخ والكلام الفاضي ده يا جماعه بتاع العربيات وكلام الاونطه ده يا جماعه. كلام كله اشتغالات في اشتغالات، والافومات والحاجات المضره للكلاب ده يا جماعه، والاكل العلف بتاع المواشي اللي الكلاب تاكله. الحاجات دي يا جماعه كلها حاجات اونطه يا جماعه. ما يغركوش يا جماعه القنوات دي تبقى عندها مشاهدات وعندها مشتركين بالاونطه. السلعه الرخيصه بتبقى الناس عليها كتير، انما السلعه القيمه الناس هي اللي بتبقى قليله، لان السلعه قيمه. الحمد لله بفضل ربنا الناس اللي عندنا كلهم ناس محترمين، ناس فاهمين يعني ايه تربيه كلاب وعلاج كلاب، وناس يعني عارفين بنقول ايه وبنتكلم في ايه. ما تلاقيش كده واحد عندنا كده ملوش لازمه زي ما بيقولوا. مع احترامي لجميع طبقات وفئات مصر، كل واحد له عقوله، بس خلاص بقى يعني خلاص الناس بقت فاهمه يا جماعه، ما بقتش غشيمه زي زمان. بصوا يا جماعه، افرك الكلب، ابري الكلب، ابري الاماكن اللي هو مجرح فيها نفسه دي، بريها. طلع الحاجات اللي هو عملها لنفسه دي والتعب، وخد علاجات رهيبه، افيل وديكساميثازول وحقن كورتيزون ومش عارف ايه، لدرجه العمر بيقول لي جيت وقت عليا بدي الكلب علاجات مش قابل اي علاجات. ليه؟ لان عمال ياخد حاجات مش بتاعته لحد ما خد مناعه قدام العلاج اللي هو بياخده، لان حتى كمان بياخده مده وبيرجع يقف عليه والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ابري الكلب، ابري، طلع، كحت، كل ده يا جماعه هيفيدك. مش تجيب جردل كده لا، ابري الكلب، ابريه، خليه يتألم كده من الشد اللي انت بتعمله. كل ما بيتألم كل ما انت تعرف اللي انت ماشي كويس. هو هيدعي لك، الكلب هيدعي لك، هيفوق. هنسيب الموضوع ده كده، الفرق ده كده دقيقتين 3 هحط ميه نظيفه على جسم الكلب وانزل بقى الصابون والحاجات اللي احنا عملناها والرغاوي دي. تمام كده يا جماعه، هنعمل كده ونرجع نصور مع بعضنا برضه. شاطر كوبر. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو الدنيا نطفت، الجلد من الميه والدعيك ابتدى اللي هو ينضف. دي الحمايه الاولى. طب هل كده خلصنا؟ لا، ده احنا كده دي بنبتدي اللي احنا نشتغل. بعد كده بجيب حاجه اسمها مضاد قشور، شامبو. ده مش هتلاقيه الا عند العبد الله. تمام؟ ده بدعك بيه تاني الكلب بعد ما انا نزلت بقى منه الصابون والحاجات اللي احنا عملناها الاولانيه خالص. تمام؟ بدعك بيه الكلب بقى تاني من على فروه الجسم بقى من فوق مكان القشور والحاجات اللي احنا عملناها اهو. بدعك بيه جسم الكلب تاني كويس جدا اهو. في تركايه بقى لازم تشوفها ولازم تسمعها، هنقول لك عليها دلوقتي.
طبعا بقى ما بجيبش اي صابون بقى تاني كده خلاص، الصابون ده بقى كده خلاص انا مش عايزه اهو. خلاص كده ميعاد الصابون كده خلص. ده ميعاد الشامبوهات بقى بعد الصابون، بعد ما دعكنا ونضفنا جسم الكلب وبشرناه كويس، ببتدي اللي انا اغذي بقى الشامبو مضاد القشور بجسم الكلب كله بالجلد من تحت، بحيث اللي هو يبتدي ينعم لي بقى الشعرايه وينعم لي جلد الكلب اهو. اهو تحت الابط والبطن والوراك بتاعته والرجول من ورا اهي ناشفه خالص اهي، الجلد فيها ناشف والشعر ناشف. طبعا كل ده بقى الشامبو هيبتدي يتغذى عليها ويموت المثانه بتاعتي. طب هنسيب الشامبو ده قد ايه؟ هنسيبه على جسم الكلب كده من غير ميه لمده 10 دقايق لربع ساعه اهو. بفرك كويس واسيبه يعمل رغوه كده على جسم الكلب لمده 10 دقايق او ربع ساعه. طب لو انا حميت دلوقتي من غير لما انا اسيبه 10 دقايق وربع ساعه، ولا كانك عملت كانك بتحمي بصابون، يبقى الجسم ما استفادش بيه. هنخلص ونستنى ال 10 دقايق وربع ساعه على جسم الكلب ونرجع نصور تاني. طبعا بعد ما سيبنا الشامبو مضاد القشور على جسم الكلب ربع ساعه، هنبتدي ننضفه من على جسمه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. نبتدي ننزل الصابون من على جسمه. طبعا يا جماعه دي الايه التشطيف الثاني. احنا عملنا اول حاجه بالبرسيل جيل، بعد كده عملنا بالشامبو اللي هو مضاد القشور، بعد كده ثالث حاجه خالص هنعمل برضو شامبو ثالث اسمه بوليتار شامبو مضاد للقشور والفطريات والجرب، وعليه حاجه بقى زيت القصم وزيت الاطران. هنعمل نفس الموضوع برضو اهو من اول سلسله الظهر اهو بنفضي عليه. طبعا زي ما احنا قلنا الحمايه دي يا جماعه بتبقى كل 3 ايام. بجيب الليفه بتاعتنا برضو اهي اهو. طبعا الشامبو ده يا جماعه ريحته فواحه شديده جدا، لو حابب تلمس بقى كمامه ولا حاجه برضو لو انت بتتحسس من الروايح ده كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بعمل رغوه برضو واسيبه على جسم الكلب لمده ربع ساعه وارجع اشطف الكلب. لان طبعا ده حاله مرضيه اهو. طبعا يا جماعه خلصنا الحمايه الاولى بتاعت كوبر، كله يسمي الله كله يقول الله اكبر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. حاجات ماتت موتناها بدرناها اهو زي ما انتم شايفين اهو. حمايه واحده بس. الكلب ابتدى اللي هو شعره اهو يفوق تمام، ابتدى جسمه يفوق من الحمايه الاولى بس. طبعا بعد ما خلصنا ببتدي بس ايه ابعده بقى في مكان تاني. هو طبعا بهدلنا يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. بربطه بقى في مكان اللي هو ينشر نفسه كده كده، بسيبه على جنب بقى كده خلاص. وطبعا هو بهدل واحد زي ما انتم شايفين. وطبعا يا جماعه بقى بعد ما خلصنا الحمايه الاولى دي بقى طبعا في علاجات وبراشيم وحاجات كريمات والكلام ده كله هنتكلم عنه بقى في فيديو تاني خالص. دي بدايه العلاج بتاعت كوبر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. فيديو طويل اي نعم بس هتستفاد منه كتير جدا. ويا ريت يا جماعه ما دام شايفين ان الواحد بيعمل لكم مجهود وبيبذل مجهود عشان تعرفوا المعلومه، يا ريت يا جماعه ما تبخلش علينا باللايك الجميل وتعليقك الجميل
الاشتراك وتفعل زر الجرس وشير الفيديو عشان الناس كلها تستفاد والقناه تنتشر مع حضراتكم. واتحاد الجميع، شكرا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.